السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فراخ شوايه. فراخ الشوايه اللي محيره الناس كلها، ومعظم الوقت بيطلبوها من بره، وفي ناس كمان بيقولوا السوريين هم اكتر ناس بيعملوها حلوة. لكن انا النهاردة هعملها لكم بتتبيلة قوية جدا، طعمها خطير، مستوية من كل حتة فيها من جوه. في ناس كمان بتخاف من التسوية بتاعتها او التتبيلة ما بتوصلش لجوه. انا هوريكم النهاردة ازاي نوصل التتبيلة لجوه وتطلع معاكم احلى من الجاهزة، مع تومية، مع الخيار المخلل كمان هنعملهم مع بعض. وده خيار تخليل سريع، يعني في نفس الوقت فاحنا بنعمل الاكل هنعمله مع بعض. يلا بينا نبدأ. اول حاجة عندي هنا فرخة ونص. لازم يبقى حجمها مش كبير قوي ومش صغير، وسط. ولو بقت صغيرة هتبقى حلوة، لان احنا مش عايزين يبقى كبير ياخد وقت كتير قوي في السوا. فالكيلو ونص ده الوسط بتاعها، وبيبقى جميلة جدا. بعد ما بنغسلها كويس جدا هعمل بقى معاكم محلول نقع. محلول النقع ده بيخليها بقى الأنسجة بتاعتها تتفتح علشان تقبل التتبيلة، ويشيل أي ريحة أو أي زفارة في الفراخ، تبقى ريحتها فلة. بس أنا عايزة أقولكم إن المحلول ده ممكن نعمله للفراخ المسلوقة، ده كمحلول للفراخ عامة، مش للوصفة دي بس. بجيب مية فترة عادي وبحط فيها عصير ليمونتين، وبقطعهم وبعصرهم، وبنزل قشر الليمون مع المية. بقطع الليمون لان انا كمان بدخل الليمون في الفرخة. بعد كده بنزل بقى عندي هنا معلقتين كبار من السكر او حبة من السكر، وكمان حبة حلوين كده من الملح، وببتدي اقلب الخليط. بعد كده بزود عندي الكاري، بهارات الكاري دي للفراخ الشواية بس، لكن لو فراخ عادية بنستكفي بالمية والملح والليمون. وبعد كده بعد ما غسلت الفرخة عندي تحت مية جارية، هنزلها بقى في المحلول ده. وهفتح اهم حاجة واحنا بنغسل الفراخ، نفتح كده الجلد ما بين الجلد واللحم، تشيل اي زيادات او اي دهون مش مرغوب فيها. لازم ننضف الحتة دي كويس جدا، ونبتدي بقى نحط شرايح الليمون ما بين اللحم والجلد. ناخد بالنا من النقطة دي، بحطه كويس جدا. شايفين الحتة دي؟ ببتدي احط بقى فيها الليمون واوزعها لحد الرقبة، وممكن نشيل الرقبة لكن انا بسيبها مع الفراخ. وبعد كده بقى عندي هنعمل التتبيلة. انا بسيب المحلول النقع ده تقريبا نص ساعة بالكتير. وممكن لو حد عنده وقت او هيعملوها من بالليل ممكن تقعدوها ساعة. بعد كده بقى عندي خليط مع كوباية صغيرة من الزبادي. انا كان عندي كوباية كبيرة استخدمت نصها. وحطيت بقى التوابل اللي جاية: ملح، فلفل اسود، وشوية حلوين من البابريكا. والبهارات دي برضو على حسب المذاق، او انتوا بتحبوا ايه، كل واحد وذوقه. لكن انا كمان استخدمت مشكل بهارات تكة. وكمان ده بنجيبه عادي من العطار، وكزبرة ناشفة، واي حاجة انتوا بتحبوها، ورشة صغيرة من الجنزبيل. وحطيت كمان معلقة كبيرة من المستردة، وهحط كمان معلقة كبيرة من الكاتشب الحار او الكاتشب العادي. كل دي حاجات حسب الطعم، دي الحاجات اللي بتوصل الطعم وبتخلي طعمها قوي زي السوريين كده. ومعلقة من الهوت صوص لو انتوا بتحبوها سبايسي. وكمان اخر حاجة بقى الكركم، وده الاساسي لانه بيدي لون. من الحاجات بقى التركات المهمة بقى في الفراخ دي، علشان ناخد بالنا منها، ان احنا ما نحطش طماطم قطع او بصل قطع، نحط كل حاجة باودر. عشان القطع او بشر الخضار بصفة عامة بيخلي الفراخ لما تبقى من بره على الفراخ بيخلي الفراخ تتحرق تتلسع معانا بسرعة. واحنا بنحب فراخ الشواية تاخد وقت، فالفراخ بتبقى متعرضة لحرارة، فبتتحرق بسرعة معانا وبتاخد لون بسرعة، واحنا مش عايزينها تاخد لون بسرعة. بعد كده بعد ما خلصت الخليط عندي وقلبته، زودت له عصير ليمونة. وهقلب بقى كده التوابل بتاعتنا امتزجت مع بعض كويس، وبقى قوامها كويس جدا كده، بقت جاهزة عندي علشان اتبل بيها الفراخ. وزودت في الاخر، يعني انا بحب الحاجة سبايسي قوي، فزودت كمان شطة. اللي حابب يزود بابريكا، اللي حابب يحط اي بهارات يحط، كل ده مسموح. بعد كده بقى نجهز عندنا الفرن. هنلاقي عندنا على طول مع حاجات الفرن الشبكة دي،
دي شبكة الشواية، وفي دخلة ليها في الفرن كده. لكل واحد الدخلة بتاعته بتبقى مختلفة، بس انا عندي الدخلة بتاعتي كانت من هنا. وبعد كده ركبت بقى العصاية بتاعة الشواية، وتأكدت ان الشواية عندي بتلف. قبل ما احط الفراخ لازم نبقى مجهزين وعارفين احنا هنعمل ايه. في ناس بيعملوا بديل للحاجات دي، بيتباع سيخ الشواية بس واقف طولي مش افقي. بتتباع عادي عند مستلزمات المطابخ وكده. والصينية بتاعتها. وفي كمان ناس بتحطها في ازازة بيبسي، بس بيحطوا ازاز ويحطوا فيها مية. دي كلها طرق علشان لو حد عايز يعمل فراخ الشواية ومش متوفر عنده سيخ الشواية في الفرن، فبنعمل بدايل كتير. وفي كمان حاجات بتتباع دلوقتي بتدي نفس الطريقة. بس بقى نرجع للبهارات بتاعتنا. بعد ما طلعت الفراخ من المحلول، هبتدي بقى اوزع التتبيله كويس جدا من جوه. اهم حاجه ما بين اللحم والجلد وعند الوراك، ونقلب كده الفراخ. لازم نوصل التتبيله لكل حته في الفراخ من جوه، لان التتبيله كل ما هنوزعها كويس كل ما هتدينا طعم كويس جدا، وهيبقى طعمها كده دسم وفيه طعم كل التوابل اللي احنا استخدمناها. نعمل بقى مع بعض تومية سريعة وكمان لايت وطعمها جميل جدا، لازم تجربوها. جبت كوباية من الزبادي وحطيت في معلقة من الثوم المهروس، بس ده عشان مجمد، لكن لو توم فريش هنستكفي ب3 فصوص من الثوم. بعد كده حطيت معلقة من الهوت صوص وعصير نص ليمونة، وممكن كمان نحط رشة صغيرة من ملح الليمون. مش رشة كمان، يعني هي يدوب ذرتين كده من ملح الليمون وملح. وهبتدي بقى اقلب كل الكلام ده مع بعض. وانا كمان عشان بحب الحاجة تبقى سبايسي حطيت شطة تاني. وهنقلب. اللي حابب طبعا يديها لون قوي يحط بابريكا. ممكن كمان تحطوا حبة صغيرين من الهوت صوص وتحطوا عليها بابريكا. البابريكا بتدي لون وبتدي طعم لذيذ جدا، احسن من الشطة. اللي مش حابب يحط شطة. بعد كده اللي حسيت ان هي عايزة تزيد كمان هوت صوص حطيت عليها. درجة السبايسي احنا اللي بنتحكم فيها، نحب تبقى سبايسي قوي ولا سبايسي وسط، كل واحد على حسب المذاق بتاعه. وانا عملت معاكم قبل كده التومية، هسيب لكم في صندوق الوصف وفي اول كومنت الطريقة بتاعتها. سهلة برضو ما بتاخدش وقت، بس دي اللايت وسريعة في نفس الوقت، وطعمها بيبقى خطير. لازم تجربوها، ما بتاخدش وقت، واللي عامل دايت هتنفعه جدا. بعد كده عندي بقى في بولة او علبة ينفع تتقفل كويس جدا. هقطع الخيار عندي كله بالسمك ده يبقى رفيع، وهبتدي اوزع الخيار عندي في العلبة بالشكل ده. وبعد ما اخلص الكمية هرش عليهم رشة صغيرة من ملح الليمون، رشة بسيطة جدا من ملح الليمون. وبعد كده هنزل عندي بقى، هغطيهم بمية بتغلي، يعني مية من الكاتل كده غليتها، وهغطي بيها الخيار ده علشان اسرع بسرعة من عملية التخليل بتاعه. طبعا ملح الليمون بيديله كده مزازة حلوة، بس لا غنى عن معلقة كبيرة من الخل الابيض، برضو بيسرع من عملية التخليل بتاع الخيار وبيديله طعم حلو. وبعد كده في الاخر خالص هحط كمان معاهم شوية كركم بيخلي اللون بتاعه بقى جميل. وده زي بالظبط السوريين هتلاقوا على فكرة المخلل بتاعهم على طول المية بتاعته لونها اصفر من الكركم. وبعد كده هنحط عليه بقى ملح ونسيبه خالص كده يتنقع، ونغطيه طول ما احنا سايبين الفراخ تتبل. هنسيبه على جنب وهنقفل عليه. انا حبيت برضو ازود شوية الكركم، يعني انتوا بتقلبوا كده وبتشوفوا. اللي مش عايز يحط كركم مش مشكلة، انا كنت بس عايزة اديله لون ويتخلل كده ويبقى، يعني النهاردة حبيت اعمل الوجبة كده زي ما بنجيبها من بره. بعد كده غطيت بقى على الخيار وهسيبه بقى يتخلل براحته. الفراخ سبتها على الاقل مش اقل من 4 ساعات، ممكن نعملها من بالليل علشان التتبيلة الفراخ تشربها كويس جدا، ويبقى طعمها كده في تتبيلة واصلة لحد جوه. لكن انا سبتها 4 ساعات، ممكن ناس تسيبها اكتر من كده. بعد كده بقى هبتدي اقفل الفراخ بتاعتي عشان اجهزها للشوي.
هدخل كده الوراك في بعض ونقفل كويس جدا. ولو ما فيش الفتحة دي ممكن بالسكينة كده نعمل من تحت فتحة عشان ندخل الوركين كده في بعض ويبقى بالشكل ده، علشان يبقى شكلها كده جميل لما نيجي نقدمها وما تبقاش مفكوكة من بعض. والأجنحة برضو عندي هبتدي احط فيها خلة علشان اقفل كمان الأجنحة، والفراخ عندي تبقى ليها شكل كده جميل وتبقى محتفظة بنفسها، الأجنحة ما تبقى سايبة، فلما تيجي تتشوي يبقى الشكل الجناح بعيد عن الفراخ. فبالشكل ده بنلم كده الأجنحة على بعض، وبنفس الخلة برضو ببتدي أعمل من تحت أقفل الدبوسين ببعض. كل دي حاجات بس عشان يبقى شكل تجميلي، يبقى شكلها حلو زي اللي بنجيبها من بره. بعد كده بقى من اهم الخطوات ان احنا ننشف الفراخ ونشيل اي زيادات او اي توابل على الجلد من الخارج. ليه بقى النقطة دي؟ علشان الفراخ لما تيجي تبتدي تتشوي ما تتلسعش عندنا وما تتأثرش بالتوابل دي فتتحرق بسرعة، او الجلد بتاعها يتحرق فالفراخ ما يبقاش شكلها حلو. وعشان هي بتاخد وقت في السوا فنخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا ان احنا ننشفها كويس. بعد كده عندي بقى السيخ بتاع الفراخ حطيت فيه اللي هو السلاح او السكينة اللي بتبقى من تحت اللي شكلها زي الفي كده. ونخلي بالنا واحنا بقى بندخل كويس جدا، احنا بنمشي من ورا من عند السلسلة كده من ورا ونطلع من عند الرقبة وندخلها كده بكل سهولة، ويبقى الشوكة من تحت اللي هي السكينة اللي من تحت. خلي بالنا لانها حادة جدا جدا واحنا بنتعامل معاها. بصوا بندخلها بقى في الوركين كده من تحت وبنقفل عندنا المسمار، وبكده بتبقى خلاص كده الفراخ بقت جاهزة عندي. هقلبها بقى على الناحية التانية علشان ادخل الشوكة اللي بتبقى من فوق اللي بتمسك من فوق. هي بيبقى فيه سكينتين، واحدة من تحت وواحدة من فوق عشان تمسك الفراخ وتخلينا متحكمين فيها. وبدخل كده في الصدرين وبروح متأكدة ان هي دخلت وتمام، هروح قافلة عليها برضو. بعد كده هدخل عندي بقى الفراخ عندي على الفرن، وهكون مسخناه على 180 ومشغله الشوايه، وهكون حاطه تحتيها ألمنيوم فويل علشان اي دهون تنزل او اي توابل تنزل عليها. وبسيبها لمده من ساعه ونص لساعتين، هي اخدت عندي ساعتين الا ربع، وبنبقى متابعينها ومتابعين حركتها زي ما انتم شايفين كده ابتدت تاخد لون. ممكن كمان نستخدم الفرن بس من غير الشوايه لو حاسين ان الفراخ هتتحرق عندكم، او على حسب قوة الشواية عندكم. لو الشواية قوية عندكم ممكن تاخد غلاف من بره وما تكونش استوت من جوه، فلازم نسخن معاها الفرن. بعد كده بقى عشان اقدم بقى الفراخ عندي الخيار بقى جاهز، هبتدي احطه التومية السبايسي، حطيتها في التلاجة كان طعمها تحفة. وابتديت بقى انزل الفراخ من على السيخ، ناخد بالنا لان درجة حرارة بتبقى عالية جدا، وهبتدي اطلعها بكل سهولة. زي ما انتم شايفين الفراخ ثابته ما حصلهاش اي حاجه، ولا الورك وقع ولا الجناح فك، لان احنا حطينا فيهم الخله. بنشيلها بقى في التقديم. الفراخ طعمها خطير وكانت ريحتها تجنن، ده غير انها كانت من جوه كمان جوسي كده ومحتفظه بالسوائل بتاعتها، والتتبيله كانت واصله لكل حته فيها. وطبعا انا كنت عاملاها من وصفات رمضان اللي فات، بس كان حصل ظروف ما عرفتش انزلها. دي بقى بيتعمل جنبها بقى رز بالخلطة، مكرونة بالعيش، كله يمشي معاها. طعمها جميل جدا خطير، لازم تجربوه. ولو كمان في عزومة تعملوا كام فرخة كده هتبقى طعمها جميل. وبصوا بقى طرية من جوه ازاي، وكمان التوابل واصلة، والصدر مش ناشف وطري جدا مع التومية. لازم تجربوها، طعمها خطير. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وشكرا جدا لمتابعتكم الجميلة.